إن صلاة بعضنا عجيبة بعيدة عن الهدى غريبة، يأتي المصلي هادئا رزينا يحفه السكون مستكينا، حتى إذا ما كبر الإمام فقل على صلاته السلام، لأنه قد ذهب السكون عنه وجاء المارد اللعين، بكل ما نسيه يذكره وبالأمور الملهيات يأمره. فكم رأيت من مصل أعجبوا لفعله مثل الصغار يلعبوا، كأنه من شذب يشذب أو لدغته في الظلام عقرب، أو جاءه زعروره فأفزعه ثم بلسعه الشديد أوجعه، يصلح طاقيته وغترته يزرر الثوب يشد لحيته، ينظر فيها أو لها يخلل وتارة ينفضها ويفتل، وربما تسمع إذ يحكها خشخشة لأنه يفركها. أما الحليق فلديه الشارب يفتله كأنه محارب، ويصلح الشراب حين يركع يرجع ما من جيبه قد يقع عند السجود، ويعد ما وقع من الريالات إذا الفدم رفع.